بسم الله الرحمن الرحيم. وبعيد تاني، كل اب وكل ام اعرف ابنك رايح فين. النهارده الاسطح المنزلقه دي يا ما طلعنا جسامين نتيجه ان هم اتزحلقوا من على البلوكات الخرسانيه. بصوا السن الشباب، السن اللي قدام حضراتكم رجلهم مبلوله اهي، دول كانوا واقفين في المنطقه اللي هي منزلقه هنا. يمكن هسال البلوكات بتزحلق يا رجاله شباب، البلوكات دي بتزحلق. بص الكوتش بتاعك مبلول ميه ازاي، البلوكات دي بتزحلق صح؟ لا احنا غرقانه بس خطر صح؟ فالناس تخلي بالها ان طبعا البلوكات الخرسانيه الاسطح بتاعتها منزلقه، الاسطح بتاعتها ممكن تتزحلق، ممكن تنزل في بين البلوكات ما تعرفش تطلع. اوري بس حضراتكم قد ايه ان الموضوع مش سهل، قد ايه ان الموضوع يحتاج منا جميعا ان احنا انا عندي يعني مسؤوليه، وهي عندي روح بني ادم، دي حاجه كبيره. ويمكن حضراتكم شايفين قد ايه انا اكتر واحد ممكن يكون متاثر، انا واي غواص متطوع، لان احنا بنطلع الغرقى ونشوفهم ميتين، فبنقولوا يا خساره يا خساره ده لو كان بيعرف يعوم، يا خساره ده لو ما وقفش على البلوكات الخرسانيه. بصوا المكان ده وما كانش اتزحلق وما كانش مات. فعشان كده خلي بالك اعمل حاجه، ما تدخلوش يعني، خلي بالك عشان بيزحلق قدام. ماشي. يمكن حضراتكم قد ايه ان مسؤوليتنا جميعا نحو طبعا ان احنا لازم نقول للجميع ان البلوكات الخرسانيه بصوا ممكن يتزحلق، ممكن يتزحلق، ممكن يتزحلق اهو. بصوا لسه بقول اهو ممكن يتزحلق. بصوا ناس جايه، يا خلي بالك خلي بالك. طبعا الارتفاع كبير، ارتفاع ممكن يقع عشان تاخد صوره، ممكن تكون اخر صوره. فانا بنتمنى من الجميع وليس مسؤوليه واحد فينا ان احنا نقول للناس كل البلوكات الخرسانيه اللي بيجي عليها اهو. بصوا رجاله قد ايه اهو، الراجل يشكر. تصور معايا عادي عشان تنصح الناس اهو. قول للناس دي كنت هتزحلق ولا لا، بالله عليك بيزحلق ولا لا؟ بتزحلق جامد وناس سوق اهو. بصوا يا جماعه اوريهم الميه والزحلقه، الموجه ممكن تيجي عليك. وطبعا الراجل راح يتصور برده. بطالب طبعا ان المنطقه دي خاصه الحته اللي الناس بتاخد فيها الصوره دي، انا ببلغكم اهو بناقوس خطر. ممكن يعني غلطه، موجه من الخلف ممكن تدوخ تنزل. بصوا حضرتك، بصوا الطفل، بصوا انا ما خلاص يعني دي حاجه بالصوت والصوره وقدام حضرتك. رجاء من كل من يريد ان يلتقط صوره جميله ان هو يراعي ان الصوره دي ممكن تكون اخر صوره، يحاول بقدر المستطاع ان هو طبعا يخلي باله. لان والله العظيم من شويه كان في طبعا حاله من يعني مش عايز اقول لسه مطلعينها غريق وتوفاه الله، وكل وقت والتاني بنسمع عن حاله غريق. يمكن اهو توجهت عشان ان انا اقرب للمكان زي ما قلت لحضراتكم في احد الفيديوهات اللي انا نشرتها ان ليا معايا ساكن في مكان قريب من الميه بمسافه بسيطه، وقد ايه لو نقول لحضراتكم الخطوره اللي ممكن نعرضوا نفسنا ليها. لكن والله لازم نخلوا بالنا، الموضوع مش سهل، الموضوع محتاج منا جميعا ان احنا نحس بخطوره قوه وضرب الموج والاسطح المنزلقه للبلوكات الخرسانيه. مش عايز افكر حالات لحضراتكم، غريق الفور باي فور وغريق المنتزه وغريق الشطبي وغريق منطقه سيدي جابر وغريق استلي، كله معظمهم 90% كانوا ماشيين او بيتحركوا على البلوكات الخرسانيه. فاكرين من 3-4 شهور بتاع 26 يوليو غريق برضو الشاطئ كان ماشي على البلوكات الخرسانيه الموجوده واتزحلق، اتخبط ونزل والموج خده وقعد فتره من الايام واهله يدوروا عليه. كثيرا منا لا يعلم قد ايه ان البحر ممكن ياخدك. لكن انا بنوه بس، ويا رب تنشروا هذه الفيديوهات على اوسع نطاق. احنا بس عايزين نحترس، احنا بس عايزين نخلوا بالنا.